السلسله الاقتصاديه بتاعت اوبو محيره شويه، وبعد الجهاز ده انت ممكن تحتار اكتر. لو انت مش عارف، الاصدار اللي فات من الجهاز ده كان اسمه اوبو A3، والجهاز ده كان فيه منه نسخه 4G ونسخه 5G، وكان فيه منه نسخه برو اسمها الاي 3 برو، والثلاث نسخ دول في النهايه نزل منهم نسخه واحده مصر وهي الاوبو الاي 3 ال4G. ولكن مع الاصدار الجديد الاوبو الاي 5 ما بقاش فيه نسخه عاديه ونسخه برو، بقى فيه نسخه برو بس، والبرو دي فيه منها اصدارين، اصدار 4G واصدار 5G. واللي معانا في الفيديو النهارده هو الاصدار ال4G، وده الاصدار اللي هينزل رسميا في مصر. فخليني في الفيديو ده اقول لكم عن تفاصيل تجربتي للاوبو الاي 5 برو النسخه ال4G. فبدون اي تاخير خلينا نبدا. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. وصراحه في حاجات كتيره جدا عاوز اقولها عن الموبايل ده، لان في حاجات كتيره اتغيرت للاحسن، وفي حاجات للاسف فضلت زي ما هي، وكنت اتمنى انها تتغير مع اصدار الموبايل ده. ومبدئيا كده اوعى تشتري الجهاز ده الا لو هتجيب النسخه الجلد. اي نعم هو لونه اخضر وده شكله غريب شويه في الاول، ولكن نقشه الجلد اللي موجوده في الظهر بتدي الجهاز يعني قيمه اعلى من قيمته الحقيقيه، بالاضافه للجزء او الفريم اللامع بتاع الكاميرات اللي بيدي الجهاز كده فخامه وانت ماسكه في ايدك. لكن في الحقيقه الظهر ده هتلاقيه بلاستيك، وبلاستيك قوي كمان. مهما حاولت ان انت تخربشه هتلاقي ان اثار الخربشه مش بتظهر عليه اطلاقا. وعاوز اقول لك برضو ان الفريم بتاع الموبايل هو كمان جاي من بلاستيك، وده ممكن يخليك تظن ان الموبايل ده خاماته ضعيفه، ولكن خليني اقول لك ان الموبايل ده واخد شهاده IP69 في مقاومه المياه والغبار، وكمان واخد شهاده عسكريه بتخلي الموبايل مقاوم بشكل كبير جدا للصدمات، وده لان الموبايل جواه هيكل من الالومنيوم بيخلي الموبايل يستحمل الصدمات القويه. ويا ترى بعد ده كله هل الجهاز ده وزنه تقيل؟ الصراحه لا، الجهاز هنا وزنه خفيف نسبيا 194 جرام، وكمان سمكه هنا اقل من 8 مللي. لو بصيت على فريم الجهاز من على اليمين هتلاقي زرار الباور المدمج فيه البصمه اللي ادائها كان كويس وسريع. والموبايل هنا بشكل عام هتلاقي فيه المنافذ المعتاده ما عدا منفذ ال 3.5 مللي للاسف مش موجود هنا، ولكن متعوض شويه بسيت اب سماعات ستيريو موجود في الجهاز، صوته عالي وواضح. وكمان اوبو حاطه ميزه ال 300% اللي بتعلي الصوت بشكل كبير، ولكن بتضحي شويه بالكواليتي او الجوده بتاعه الصوت. لكن الحقيقه النقطه اللي ما فيهاش تضحيه اطلاقا مع الموبايل ده هو البطاريه اللي موجوده فيه، لان انت هنا عندك بطاريه 5800 ملي امبير هتكمل معاك 9 ساعات من وقت عمل الشاشه. ولو انت استخدامك متوسط الى خفيف، الموبايل ده ممكن يقعد معاك بمنتهى السهوله لحد يومين استخدام. وبالنسبه للشحن فالعلبه بتاعه الموبايل جاي فيها شاحن 45 واط بيشحن الموبايل ده بشكل كامل من 0 ل 100% في حدود تقريبا من ساعه وثلث لحد ساعه ونص. واعتقد هنا ان الشاشه ليها عامل مهم جدا في توفير البطاريه في الموبايل. هنا الشاشه اللي في الموبايل هنا جايه من نوع IPS وبدقه HD بلس، ويمكن دي النقطه اللي بتخليه يوفر شويه في البطاريه. وكمان جايب ريفريش ريت 90 هرتز مش 120، فده برضه ممكن يوفر حبه في البطاريه. ولكن الشيء المبهر في الشاشه دي هو ان السطوع بتاعها بيوصل لحد 1000 نت او شمعه، وده رقم ممتاز يخليك تستخدم الموبايل بمنتهى السهوله تحت اشعه الشمس. الشيء الوحيد اللي لاحظته في الشاشه هنا هو ان الجناب بتاعتها بالاضافه للفتحه بتاعه الكاميرا هتلاقي حواليهم زي ظل خفيف قوي كده، عاده بيبقى موجود في شاشات IPS. فدي نقطه لو انت بتركز قوي في التفاصيل ممكن تاخد بالك منها، فحبيت اقول لك عليها. ولذلك انا كنت اتمنى ان موبايل زي ده يجي بشاشه ايموليد، او حتى على الاقل طالما هي IPS كانوا يعلوا الريزوليوشن بتاعها يخلوه فول HD بلس بدل ما هو HD بلس. لكن بعيدا عن الشاشه، اللي هيبسطك فعلا في تجربه الموبايل ده هو الواجهه بتاعه اوبو الكالر OS 15 لايت اللي مبنيه على اندرويد 15. والواجهه هنا فيها المميزات المعتاده بتاعه اوبو، ولكن المره دي اوبو ضافت فيها مميزات الاي اي اللي عاده بتبقى موجوده في الاجهزه اللي من فئات اعلى. يعني على سبيل المثال الاي اي اديتور بتاع تعديل الصور هتلاقي جواه مميزات زي الاي اي انبلار والاي اي اريزر، وكمان هتلاقي الابلكيشن بتاع اي اي ستوديو اللي بيخليك تعمل ستايلات صور بشكل غريب ومختلف. وبالرغم من المميزات اللي موجوده في الواجهه دي كلها، ما زال اداء الواجهه يعتبر كويس جدا على المواصفات الداخليه اللي متواضعه الى حد ما اللي موجوده في الجهاز، لان ده جهاز فئه اقتصاديه في الاخر. وهنا خلينا نتكلم شويه عن المواصفات. الاوبو الاي 5 برو جاي بمعالج من كوالكوم اسمه سناب دراجون 6S جين 1، وده غير ال 6 جين 1 عشان ما تتلخبطش. وده بالمناسبه نفس المعالج اللي كان موجود في الاوبو الاي 3 الاصدار اللي فات من الموبايل ده. بالنسبه للرامات فهتلاقيها هنا 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X، والذاكره الداخليه 128 جيجا جايه من نوع UFS 2.1. بالنسبه للرامات مفيش عليها اي كلام، الذاكره الداخليه اتحسنت عن الاي 3 اللي فات. الاي 3 كان eMMC 5.1 ودي ذاكره داخليه بطيئه شويه، انما الUFS 2.1 اللي موجوده في الموبايل ده اسرع
اسرع بفرق ملحوظ ففرق في الاداء، ولكن المعالج هنا ما اتغيرش. المعالج ده هو اللي كان موجود في الاوبو الاي 3، والمعالج ده هو تحديث طفيف جدا جدا لمعالج قديم من كوالكوم اسمه سناب دراجون 662، واللي تم اصداره في سنه 2020 واللي جايب دقه تصنيع 11 نانو. النسخه المحسنه من المعالج ده جايه بنفس دقه التصنيع ولكن جايه بتردد اعلى شويه، وكمان المعالج بيقدر يدعم ترددات رامات اعلى من اللي كان موجود في سناب دراجون 662. من الاخر ده تاثيره عامل ازاي على الاداء؟ ببساطه في الاستخدام اليومي الموضوع مش هتلاقيه ملحوظ، الجهاز عارف يؤدي اداء كويس يسعفك في الاستخدام اليومي العادي، لكن على مستوى الالعاب الموضوع صراحه هيضايقك شويه. الجهاز شغال لي ببجي على بالانسد جرافيكس وعلى ميديوم فريم ريت، وتقدر تعلي الفريم ريت شويه لو انت قللت الجرافيكس، ولكن اللعبه كانت بتسقط فريمات بشكل ملحوظ. اما كول اوف ديوتي فاشتغلت على هاي جرافيكس وعلى ميديوم فريم ريت، وتجربه اللعبه كانت اسلس بكتير من ببجي. خليني اقول لك برضو ان الجهاز هنا فيه سيستم بيوزع حراره المعالج على كامل مساحه الموبايل، فمش بيخلي حته معينه في الموبايل هي اللي سخنه فيضايقك وانت ماسكه، انما بيوزع الحراره بشكل كامل على الموبايل، فبالتالي تجربه استخدام الموبايل بتكون احسن وقت الالعاب. وقبل ما نخش على تجربه الكاميرات خليني اقول لك ان الشبكات اللي موجوده في الموبايل ده ممتازه. الجهاز بيقدر ياخد خطين وبيشغلهم 4G في نفس الوقت، وعندك مكان منفصل لكارت الميموري، صوت سماعه المكالمات كان عالي وواضح، وعندك مستشعر تقارب حقيقي، ولكن للاسف الموبايل هنا بيفتقد لميكروفون عزل الضوضاء، وده برضه ما كانش موجود في الاوبو الاي 3 اللي فات. ولكن اجمالا اداء الجهاز في قوه التقاط الشبكات والجي بي اس والواي فاي كانت ممتازه جدا ومفيش فيها اي مشاكل. نيجي بقى لتجربه الكاميرات اللي موجوده على الموبايل، وخلينا نبدا الاول بالكاميرا السيلفي اللي جايه بدقه 8 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 2.0. الصبح الكاميرا مقبوله جدا كتفاصيل وديناميك رينج، بس في بعض الصور بتحس ان الالوان يعني مكتومه شويه. بالليل بتلاقي التفاصيل بتقل شويه والنوز بتظهر، ولكن الوضع الليلي بيساعد وبيطلع صور احسن بشكل كبير. اما وضع البورتريه فالعزل بتاعه هتلاقيه مقبول سواء الصبح او بالليل. نيجي بقى للكاميرات الخلفيه اللي موجوده في الموبايل هنا، وهنا عندك كاميرا 2 ميجا بكسل للعزل، دي مالناش دعوه بيها، فخلينا نتكلم عن الكاميرا الاساسيه اللي جايه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه اف 1.8. اللي اقدر اقوله ان الكاميرا دي بتأدي الغرض باداء متوسط بشكل عام، والاداء ده للاسف بالليل بيقل جدا، ولكن مع الوضع الليلي الدنيا بتتحسن بشكل اكبر من اللي انا كنت متوقعه. وبالمناسبه الموبايل ده بيقدر يصور صور لايف فوتو زي الاجهزه الاعلى من اوبو. اما بخصوص تجربه تصوير الفيديو على الموبايل ده فخلينا نشوف مع بعض. لو هنجرب تصوير الكاميرا الخلفيه فيديو فاخرها 1080 30 فريم في الثانيه، وللاسف ما فيهاش تثبيت بصري الكتروني، ودي كده يعني ايه تجربه سريعه ليها. بالليل بقى صراحه ضعف الديناميك رينج بيبان، الهزه بتبان اكتر، وكمان لو لاحظت هتلاقي الاماكن الغامقه النويز فيها هتبقى زياده شويه. والموبايل ده ما فيهوش مايك عزل ضوضاء، في حواليا هوا، فما اعرفش انا صوتي هيبقى واضح كويس في الفيديو ده ولا لا. بالليل بقى مع الكاميرا السيلفي فبرضه الديناميك رينج صعب، الكاميرا 8 ميجا بكسل فعلى قدها شويه، وفي هوا جامد، يا رب صوتي يكون واضح كويس. فدي كده تجربه سريعه لي. نيجي بقى لخلاصه تجربه الموبايل ده، والموبايل ده حصل فيه تطورات مهمه عن الاوبو الاي 3 اللي فات. البطاريه بقت اكبر، الذاكره الداخليه بقت اسرع، اتضاف فيه سيت اب سماعات ستيريو صوتهم حلو، وكمان الموبايل بقى بيدعم معيار مقاومه ميه وغبار عالي الاي بي 69، وكمان بيقاوم الصدمات. غير ده كله الموبايل اتضاف فيه مميزات اي اي ما كانتش موجوده مع الاصدار اللي فات، وكمان الكاميرا السيلفي اللي موجوده في الموبايل دقتها بقت اعلى. فاجمالا الموبايل حصل فيه تطورات ما نقدرش نهملها، ولكن برضه يعني خلينا نكون صادق معاك، المعالج كان المفروض يحصل فيه تطور زي ما حصل مع باقي الحاجات اللي موجوده في الموبايل. فمن الاخر كده لو انت عاوز موبايل للالعاب فده مش هيبقى الاختيار الامثل ليك، في اختيارات تانية ممكن تقدم لك تجربه العاب احسن. ولكن لو انت عاوز موبايل مناسب جدا للاستخدام اليومي، او حتى انت شخص عنيف في الاستخدام وعاوز موبايل من اوبو يستحمل معاك العنف ده، او حتى هتجيب الموبايل مثلا لطفل صغير في البيت فممكن يكسره ويوقعه والكلام ده كله، فاعتقد الموبايل ده ممكن يكون مناسب ليه جدا. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن الاوبو الاي 5 برو. لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، وما تنساش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.